يتسمى كربلائي. لو انطحيت وتوذريت باسمك صحيت حسين 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 كثر عشيت ولا شفيت، كثر عشيت ولا شفيت مثلك ملك. حسين 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 عبدك وظل أطيعك ما يركض الرضيعك. لما كان اليوم الثاني من شهر محرم الحرام سنة 61 للهجرة، وصل رحل الإمام الحسين عليه السلام إلى مشارف كربلاء. لا والله ما أبيعك ويا كل دمع تجاره يا ملجأ الحيارة ما غيرت تجاهه ليك القلب مساره ليك القلب مساره ورايتك ومحبتك قلبي هتف. حسين 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 كثر عشت ولا شفت، كثر عشت ولا شفت مثلك ملك. حسين 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 يا دنيتي ومماتي يا موجتي وحياتي ما أسوى شيء. ولما وصل الركب الشريف إلى بقعة من الأرض نزل الإمام الحسين عليه السلام عن ظهر جواده ومماتي يا موجتي حياتي. أخذ الإمام الحسين عليه السلام قبضة من تراب الأرض وقربها إلى فمه الشريف وشمها، ثم التفت إلى أصحابه يسألهم: ما اسم هذه الأرض؟ اسمها كربلاء يبقى رسول الله. أعوذ بالله من الكرب والبلاء. ها هنا والله محط ركابنا وسفك دمائنا، ها هنا والله محط قبورنا. بهذا حدثني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم التفت الإمام الحسين عليه السلام إلى أصحابه قائلا لهم: إنه قد نزل بنا ما ترون، وإن الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها واستمرت جذاب، ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا.
فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. فتقدم الصحابي زهير بن القين قائلا: لقد سمعنا هدانا الله بك يا ابن رسول الله مقالتك، ولو كانت الدنيا باقية وكنا فيها مخلدين لأثرنا على النهوض معك على الإقامة فيها. ثم تقدم الصحابي حبيب بن مظاهر الأسدي نحو الإمام الحسين عليه السلام وهو يقول: يا ابن رسول الله، أرواحنا لروحك الفدا. يا معشر حرائر رسول الله، هذه صوارم فتيانكم أقسموا أن لا يغمدوها إلا في رقاب من يريد السوء فيكم، وهذه أسنة غلمانكم أقسموا أن يركزوها في صدور من يفرق ناديكم. وبعد ذلك صعد الإمام الحسين عليه السلام على ظهر جواده وأكمل مسيره ليستقر على أرض كربلاء. يا دينيتي ومماتي، يا مهجتي وحياتي، ما أسوى شي بدونك، حبك ملك لذاتي، حبك ملك لذاتي. يمي العطش أكابر، يم غربتك أسافر، أستشهد بطفوفك، لو يمك أنا حاضر، لو يمك أنا حاضر. نركض مطر وسط الخطر، واسقيك ظل حسين 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 حسين، كثر عشت ولا شفت، كثر عشت ولا شفت، مثلك ملك حسين 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 حسين. يا الخدمتك هويتي، حبيتك اعلنيتي، حالف لا ظل انوحك، منا لحد منيتي، منا لحد منيتي. يا مقطع على مودي، ما خالفت عهودي، لو ما عطش دليلك، ضيعت وجودي، ضيعت وجودي. الركوض مطر وسط الخطر، واسقيك ظل حسين 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 حسين، كثر عشت ولا شفت، كثر عشت ولا شفت، مثلك ملك حسين حسين
حسين حسين انت الذي هويته بالدم انا افتديته ضاعي العمر يا غالي وبخدمتك لقيته وبخدمتك لقيته ناذيرها لك دمائي متمسك بولائي كل من يحب جروحك يتسمى كربلائي يتسمى كربلائي لو انطحت وتوذرت باسمك صحيت حسين 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 كثور عشت ولا شفت كثور عشت ولا شفت مثلك ملك حسين 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 يا دينيتي مماتي يا مهجتي وحياتي ما أسوى شيء بدونك حبك ملك لذاتي حبك ملك لذاتي كثور عشت ولا شفت كثور عشت ولا شفت مثلك ملك حسين 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 وبعد ذلك يصل إلى أرض كربلاء معسكر بني أمية، هؤلاء القوم الذين ساقهم الضلال لحرب آل محمد عليهم السلام. مثلك ملك حسين 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 كثور عشت ولا حيث قاد هذا المعسكر عمر بن سعد بن أبي وقاص، ذلك الظالم الذي بعث بأمر من يزيد بن معاوية ليقوم بالحرب على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. جيش عداده الألوف جاء لحرب آل رسول الله، ساقهم البغي والضلال إلى أرض كربلاء. أمية هيا أمية تقدموا يا رجال. أحسنتم. خولي يا خولي، ما خلفتم من بعدكم في الطريق يا خولي. لا تقلق يا عزرا، خلفنا بعدنا الحسين بن نمير ومظاهر بن رهينة. أحسنت. ونصر بن حربة ومعهم 9000 فارس. صحيح. أحسنت أحسنت. هم قادرون.
لنرى ماذا يفعل الحسين في هذا العدد الهائل. أمية هيا يا رجال تقدموا. تقدموا يا رجال. هيا تقدموا. تقدموا يا رجال. هيا هيا يا رجال إلى معسكرنا. هيا. إلى المعسكر يا رجال. هيا أيها الطفالون، هيا إلى المعسكر. ما بكم يا حقة. هيا. هيا بسرعة. إلى معسكركم يا رجال. أسرعوا. ما بكم يا حمقى. إلى معسكركم. هيا. هيا أيها الطفالون إلى المخيم. هيا. يا للعجب.
هذا؟ ماذا تصنعون؟ حسين الحسين بن علي. انظر يا حسين إلى كثرة عددنا. هل يتبقى سوى ساعات قليلة يا حسين؟ وبخنجري هذا سوف أعتز نحرك يا حسين. أمية أمية هيا بنا يا رجال إلى المعسكر. تفضل مولاي الأمير عمر بن سعد. انسحبوا. هيا هيا. وعند ذلك وقف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بين أصحابه قائلا لهم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى قد أذن في قتلي وقتلكم في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ثم ينادي الإمام الحسين عليه السلام على أصحابه ليعين مراكز الجيش. يا زهير بن القين، لبيك يا سيدي. أنت على ميمنة الجيش حبا وكرامة يا مولاي. وأنت يا حبيب بن مظاهر، لبيك سيدي. أنت على الميسرة سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. أخي يا أبا الفضل، نعم يا سيدي. أدن مني يا نور عيني. لبيك يا سيدي. أنت حامل اللواء. سمعا وطاعة يا سيدي. أما أنا والباقون فنثبت في القلب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لبيك يا أبا عبد الله. الله أكبر. لبيك أبا عبد الله. وبعد ذلك وعلى الجهة المقابلة يتقدم قائدهم عمر بن سعد ليعين مراكز الجيش. يا شمرة بن الجوشن، عمرك مولاي. أنت قائدا على ميسرة المعسكر. سمعا وطاعة يا أمير. وأنت يا عمر بن الحجاج الزبيدي. نعم أيها الأمير. أنت ومن معك على ميمنة.
شرف عظيم يا مولاي. يا حجرة عبد قيس، أمرك يا أمير. أنت قائدا على الخيانة. سمعا وطاعة. يا شبث بن ربعي، لبيك يا أمير. أنت على الرجال قائدا. السمع والطاعة يا أمير. ورايتي يحملها خادمي دويل أمية. 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 ولما رأى الإمام الحسين عليه السلام كثرة جمعهم رفع يديه بالدعاء: اللهم أنت ثقتي عند كل كرب، ورجائي عند كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلت بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته عني وكشفته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. وهنا يتوجه الإمام الحسين عليه السلام ليعتلي ظهر جواده ويتقدم إلى القوم ناصحا لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، إن كتاب الله الذي أنزله على صدر رسوله محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أنقذنا من الجاهلية وكرم الإنسان وجعله خليفة الله في الأرض. يا أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن عليكم غمة واقضوا إلي ولا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أيها الناس، إن الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغركم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وإني أراكم قد اجتمعتم على أمر قد اسخطتم الله فيه وأعرض بوجهه الكريم عنكم، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أنسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحق لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه؟ فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. فإن كذبتموني فإن فيكم ما إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وزيد بن أرقم يخبروكم عني، أفما هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ فيجيبه عمر بن سعد قائلا له: يا أبا عبد الله، إن سفهاء الناس يزعمون إني أقتلك. لا يا عمر، إنهم ليسوا بسفهاء ولكنهم علماء. أما إنه يقر عيني أنك لا تأكل من بر العراق بعدي إلا قليلا. ثم ينادي الشمر بن ذي الجوشن قائلا: يا حسين، يا حسين، أترى ماء الفرات؟ فوالله لا نسقيك منه حتى تظمأ، وإني قاتلك الساعة. يا ابن راعية المعزى، أتهددني؟ ويحكم، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال استهلكته؟ يا شبث بن ربعي، ويا حجاج بن أبجر، وأنت يا قيس بن الأشعث، ألم تكتبوا إلي أن اقدم قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة؟ لا 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 نفعل ذلك أبدا. ذلك يا حسين. لا لا سبحان لا الله، سبحان الله. بلى والله لقد فعلتم ذلك. أيها الناس،
إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمن من الأرض. فلم يسمع الإمام الحسين عليه السلام جوابا منهم، فرجع إلى مخيمه. وهنا ينادي الإمام الحسين عليه السلام على أصحابه قائلا لهم: علي بعمر بن سعد كي أكلمه. لبيك يا سيدي. فتقدم الإمام الحسين عليه السلام راجلا: يا قوم يا قوم، إن أبا عبد الله يريد عمر بن سعد. يا عمر بن سعد، أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بن الدعي بلاد الري وجرجان، ونحن أولى بالبيعة والنصرة؟ لكنه أمر الأمير يا حسين، ولا حيلة لي. فاحقن دمك ودم أهل بيتك وأصحابك، فالموت قريب منك. ويحك، أتهددني بالموت؟ فقد خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وإني عازم على لقاء ربي. فاعلم يا عمر إني والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. إن الحرب سجال، وإنكم رفضتم النزول على ما يريد الأمير. اللهم احبس عنهم قطر السماء، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرا، فإنهم كذبونا وخذلونا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فيرجع الإمام الحسين عليه السلام إلى معسكره، وينصرف عمر بن سعد والحيرة والخوف على وجهه، وهو يقول مع نفسه: إني في حيرة من أمري، ماذا أفعل؟ أترك ملك الري والري رغبتي، أم أرجع مذموما بقتل حسيني؟ وفي قتله النار التي ليس في دونها حجابا، وملك الري قرة عيني. فيسمعه الشمر بن ذي الجوشن ويلتفت إليه قائلا: ما بك يا ابن سعد؟
فإن أمر الأمير واضح لديك، فإن كنت غير قادر على قتل الحسين وارتعبت من بريق سيفه فتنحى عنها، فأنا أهل لها. ويحك يا ابن ثانية يا دويل. لبيك يا أمير. عدوا الراية مني. وعلي بقوس وفي قلبه سهم. تفضل يا أمير. أتهددني يا شم؟ خذ اشهدوا لي عند الأمير إني أول من رمى معسكر الحسين أمية. وهنا تتقدم كتيبة من النبالة لترمي معسكر الإمام الحسين عليه السلام. هيا يا رجال، تقدموا بسرعة. هيا. 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 قفوا هنا. أمية 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 خذ. أمية. خذ. هيا. انسحبوا يا رجال. انسحبوا. هيا هيا يا انسحبوا. رجال بسرعة. هيا انسحبوا يا رجال. ما بكم؟ انسحبوا. هيا. وبعد ذلك يلتفت الإمام الحسين عليه السلام إلى أصحابه قائلا لهم: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا أبا عبد الله. لبيك يا حسين. الله أكبر. فينادي عمر بن سعد على جيشه: هيا يا رجال، تهيئوا للقتال. هيا. الله أكبر. الله أكبر. أمية. الله أكبر. لبيك سيدي يا حسين. لبيك يا حسين. أمية. خذ. الله أكبر. أمية. لبيك يا حسين. أمية. عليك مني السلام يا أبا عبد الله. عليك بالسلام. سيدي أبا عبد الله. ومن جلت الغبرة إلا عن 50 شهيدا قتلوا تحت لواء إمامهم الإمام الحسين عليه السلام. هيا يا رجال، احملوا جرحاكم. هيا. وفي هذا الحال قبض الإمام الحسين عليه السلام على لحيته الشريفة رافعا رأسه إلى السماء قائلا:
إنا لله وإنا إليه راجعون. اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي. فيتوجه الإمام الحسين عليه السلام إلى مخيمه ليرتدي لامة حربه. هيا بالزينة هيا يا قوم، احملوا قتلاكم. هيا كلمة شارب والزمنا